عايزني انا اعيش على ذمته عرفي، عايزني اعيش في الحرام واكل ولادي حرام وتبقى عيشتنا حرام في حرام. ليه؟ عشان هو مش عايز يبذل مجهود. مين اللي طمعانين فيكي؟ ده انت كحيانه. هو انت لاقيه تاكلي؟ ما انت لا ابوكي كان سايب لك ورث ولا سندك على حاجه، ما كناش اضطرينا للحل ده. انت ما حلكيش الا معاش ابوك اللي بنحاول نجيبه. وبعدين انا فكرت في الحل ده لمين؟ مش ليك انت. هو ال 13000 لما هيدخلوا مش هيدخلوا عشان احتياجاتك هات 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 والبيت ناقص والعيال عايزين، ولا عشان انا عايزه اريح في البيت؟ وانت لما فكرت في ال 13000 ما فكرتش انا مراتك هبص لك ازاي، ولا احتكاري ليك هيبقى قد ايه، ولا فكرت ان انا عمري ما هديك الامان تاني، وان انا احس ان انت استغلالي وطماع، وان انت عايز تريح على قفايا، على قفا ابويا وشقاوة تعب الله يرحمه، حتى وهو ميت ما ترحمش. ما فكرتش انا لو حملت منك موقفنا هيبقى عامل ازاي؟ ما فكرتش لو عشت معاك العمر كله في الحرام هنوصل لايه مع بعض؟ خليكي قاعده هنا مرميه لوحدك في البيت وربي العيال، ودوري بقى على اللي هيصرف عليكي ولا يديكي مليم، ومش هنرحمك. الحق والقانون وربنا معايا، ومحدش هيعرف يعمل معايا انا ولا ولادي حاجه. خدي ابنك واطلعوا بره. طب ايه رايك ان انا هقعد في بيتي غصب عنك وهوديكي في 60 داهيه ومفيش حد هيعرف يطلعني من البيت؟ لا، هتطلع غصب عنك، بدل ما اجيب كل كبير وصغير في العيله وكل اللي يعرفنا وما يعرفناش وعرفه ان انت عايز تقعد معايا في البيت واحنا متطلقين، عايز تعيش معايا في الحرام. خدي بالك اللي انت بتقوليه واللي انت عايزه تعمليه ده مش هيوديكي في حته كويسه، وهيوصلنا لمشاكل كبيره جدا مع بعض. ما تفتحيش باب نار بينا، وعقلي كلامك. سيبها يا احمد، سيبها لحد اما نشوف لها صرفه. صدقيني هناخد منك العيال رسمي، وهنسيبك قاعده هنا بطولك بتدوري على حد تكلميه ومش هتلاقي الا الحيطان. طب فكري، مجرد فكري تأذيني او تأذي عيالي، صدقيني هودي ابنك في 60 داهيه بوصل الامانه، وهجيب القديم والجديد. اتفضلي، انت اللي خليتينا نضلها وصل الامانه اللي بتلوي بدراعي دلوقتي. وبيني وبينك ربنا اللي ما يرضاش ان انا اعيش مع راجل في الحرام، راجل استغلالي هين عليه كل حاجه، المهم الفلوس. يلا يا احمد، قوم قوم لم حاجتك، خلينا نشوف صرفه وبعدين نبقى نتكلم. صدقيني هتندمي في 60 داهيه.